السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين القرنبيط المقلي. زي ما انتم شايفين أنا هنا جايبة قرنبيطة صغيرة محندقة كده، هعملها إن شاء الله معاكم وأتمنى إن طريقتي تعجبكم. أنا أول حاجة طبعا هنضف القرنبيطة دي وهجهزها طريقة القرنبيط المقلي. هنضفها كده من العروق بتاعتها والراس بتاعتها زي ما انتم شايفين. هشيل الورق بتاعها كده وهقطعها. شوفوا بقى انتوا عايزين تقطعوها اني تقطيعه. انا بقشر القرنبيط كده ليه كده بيبقى قشره بيضه كده، انا بحب اشيلها. مش عارفه انتوا بتحبوا تعملوا كده ولا لا، اللي شغال بيها زي ما يحب، بس انا بفضل اشيلها علشان القرنبيط العروق بتاعته ما تشدش لما نيجي ناكلها. والقشره دي يعني ممكن تشد معانا، انا مش بحب اسيبها، بس للي بيحب يسيبها زي ما تحبوا. هقشرها كده العروق من جوه. انا قطعتها الاحجام دي، حابين تعملوها ارفع حابين تعملوها اتخن زي ما انتم متعودين. هقطع القرنبيطه كلها وهتشوفوها دلوقتي بعد ما قطعتها وقشرتها من جوه. زي ما انتم شايفين كده خليت العروق بتاعتها نظيفه كده وشكلها حلو. وطبعا هكون مسخنه ميه او غاليه ميه علشان اسلق القرنبيط. هنديله شطفه كده بسيطه وبعد كده هنحطه في الميه المغليه علشان نسلقه. لازم تبقى المية مغلية، مينفعش تبقى المية ساقعة ونغلي بيها اكننا بنسلق فراخ او لحمة او الكرنب. وهنحط معلقة كمون صغيرة، وهنحط حبة ملح زي ما انتم شايفين وهنقلبهم وهنبتدي نحط القرنبيط علشان يتسلق. زي ما انتم شايفين ده الحجم اللي انا عاملاه. طبعا احنا بنحط الكمون علشان القرنبيط بيعمل انتفاخ شوية، فطبعا الكمون بيعالج ده، مش مجرد طعم بس. تحسوا القرنبيط زي الكرنب زي العدس، ده لازم الكمون في السلق فيه علشان ما يعمل لناش انتفاخ وطبعا القولون وكده. هنسلق بقى القرنبيط. انا هغطيه وبعد 6 دقايق او 7 دقايق هشيل الغطا وهقفل عليه وهشيل كل القرنبيط. هو حلو قوي 6 دقايق، انا بالظبط كنت ظابطه 6 دقايق. وبعد كده هشيله وهحطه في مصفى علشان يبرد وعلشان ابتدي اعمل بقية الوصفة. المفروض ان هو ما ياخدش سوا كتير علشان ما يتهريش مني وانا بحمره يعني، ولا نقلل من 6 دقايق ولا نزود عنها علشان ولا يتهري ولا يبقى بيشد ويبقى كده صعب واحنا بنندغه. هو 6 دقايق بالظبط او 5 كمان لو حابين، لو مش حابينه مستوي قوي. بس هو ما كانش مستوي قوي، هو كان يعني سوا حلو جدا. وغطيته كده علشان البخار بتاعه يسويه من جوه والعروق تبقى مستويه معانا. هنا بقى كركم وبهارات وكمون وشطه وبيكنج باودر وبابريكا، من كل ده نص معلقه صغيره، ومعايا طماطمايه صغيره مبشوره وبقدونس على كزبره خضراء، ومعانا فنجان ميه او مج ميه، ومعانا 2 بيضه، ومعانا كوبايه دقيق، ومعايا طبعا الملح. انا دلوقتي هعمل العجينه بتاعه قليه القرنبيط. حطيت التوابل على الدقيق وبعد كده حطيت الملح وهنقلب كده. وحطيت البيضتين زي ما انتم شايفين وهقلبها مع الدقيق. هنفضل بقى نربها كده لغايه ما تسيح معانا. البيض كان ساقع فكان مجمد كده شويه الدقيق، ما الجو ساقعه. هبتدي بقى افكها بالميه كده. حابين تعملوها بميه دافيه عشان تتفكك بسرعه، مش سخنه دافيه عشان تبقى اسهل. ومش عايزين العجينة تبقى خفيفة، احنا عايزينها تقيلة علشان تمسك في القرنبيط. انا عايزة اقول لكم ان الوصفة دي حلوة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها وهتشوفوا النتيجة ان شاء الله في الاخر هتبقى عاملة ازاي. وهنقعد بقى نضرب الدقيق مع البيض علشان تتفكك والمية، وهنقعد نزود شوية بشوية. انا خدت نص الفنجان، مش المج ده صغير مش كبير. وهحط طماطمايه صغيرة جدا مش كتير يعني، لمجرد بس ان هي بتعمل طعم ولون شوية.
واحط الكزبره الخضراء وحبه بقدونس صغيرين، تبقى الكزبره اكتر من بقدونس، لو مش حابه تحطي بقدونس براحتك. وما نكترش الخضره قوي علشان ما تشربش زيت، الخضره بتشرب القرنبيط زيت وبيبقى كله زيت، ما نكترهاش. واخر حاجه فص توم كده يعني لزوم الطعم، فص توم صغير جدا مش كتير، مش حابه تحطي براحتك لاني مش متعود. على فكره انا اول مره كنت احط توم في القرنبيط وكان طعمه حلو. وهنقلب، وده سمك العجينه زي ما انتم شايفينها كده. بالنسبه للسمك ده حلو جدا للقرنبيط. ومعانا بقى هنا كوبايه دقيق تانية هنخليها زي ما هي كده، وهنحط عليها معلقه نشا وحبه كمون. انا المفروض كنت اتبلها تاني بس حسيت ان الموضوع هيبقى اوفر، تتبيله في العجينه وتتبيله بره، يعني اللي حابب توابل كتير يحط، بس انا استكفيت بالكمون بس علشان القرنبيط بيحب الكمون. يعني كان ممكن احط نفس التوابل اللي حطيتها على العجينه، بس ما حبيتش اوفر في التوابل. وهنا معايا زيت، يعني لازم يبقى زيت غزير شويه، على الاقل يبقى مغطي نص القرنبيطه. حطيت طبعا عشان ما استهلكش زيت كتير، حطيتها في اصغر حلة عندي. انا بعمل الحلة دي لآلية الآلية اللي بتبقى محتاجة زيت غزير، عشان لو حطيتها في طاسة كبيرة هتحطي زيت كتير، او الزيت هيبقى حبة صغيرة ومش هيسوي القرنبيط حلو، ومش هيبقى زي ما هتشوفوه في الاخر كده. هنحط القرنبيط في العجينة وبعد كده هنبدره بالدقيق. الخطوة دي حلوة جدا، هتخلي شكل القرنبيط حلو كده وهتديله قرمشة حلوة. هتحسوا شكله في الاخر عامل زي الفراخ الكريسبي كده. فاكرين الفراخ الكريسبي اللي انا عملتها؟ الخطوة دي بجد هتعجبكم قوي لو جربتوها. هنحطها كده، هنغطسها في العجينة، وهنبدرها بالدقيق من بره زي ما انتم شايفين، وهنحطها في الزيت. والزيت مش هيبقى يعني سخن قوي قوي، يعني ما نكونش معلين النار على الاخر. انا مش عايزه القرنبيط يتحرق او يستوي بسرعه، انا عايزاه يتغلغل كده من جوه في العروق، علشان ما يبقاش من بره متحمر ومن جوه معجن والعجينه زي ما هي. ومش هحط كتير كده طبعا عشان ما يلزقش في بعضه. وهقعد بقى اقلبها كل شويه على الجناب علشان ما تبقاش من حته مستويه وناشفه قوي. يعني هغلفها بالسوا كده من بره، وبعد كده يعني لازم افضل قدامها كده ما سيبهاش وامشي علشان تبقى مستوية واللون يبقى واحد من جميع الجهات زي ما انتم شايفين كده. وهحاسب وانا بمسكها علشان ما هرهاش كده وبهدلها. بس انا السوا الحمد لله كان كويس، ما فرفطتش مني ولا حاجة. عشان كده بقول لكم ما تكتروش عن 6 دقايق لسوا القرنبيط علشان ما يتهريش منكم، وتبقى القطعة بقطعتها وما تفرولش. ابتدى هو ياخد اللون معايا، وهفضل بقى ايه اقلبه يمين شوية وشمال شوية زي ما انتم شايفين كده. انا الطاسة دي حبيت ان انا اخليها قدامكم سواها الكامل علشان تبقوا عارفين انا عملت ايه في السوا. قعدت اقلبها كده، اشقلبها شوية في الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الزيادات اللي على جنب ده الدقيق العجينة الزايدة. هنفضل بقى ايه كل شوية كده نشيلها بالمعلقة علشان ما تتحرقش وتغمق لي الزيت. لو مثلا ينفع تعملوها بمصفى كده صغيرة اول باول تشيلوا منها الزيادات بتاعة العجينة علشان ما تغمقش الزيت. الزيت علشان حطيت علشان ما حطيتش خضرة كتير في العجينة، ما شربش زيت. تحسي كده وانتي ماسكه القرنبيطه مش مزيته ايديكي. وبرضو تعفيرة الدقيق اللي بعد العجينة دي برضو بتمنع شرب الزيت كتير. تحس ان القرنبيط من جوه كده حلو
مش متشرب زيت كده وغرقان زيت. وحسيت ان كمية الزيت ما قلتش بعد ما خلصت القرنبيط وحطيته بعد كده. شايفين بقى الشكل ده؟ اللون ده حلو قوي. حابة تفتحي عن كده او تغمقي عن كده زي ما تحبي، بس اللون ده يعني كويس جدا للاكل بتاع القرنبيط. وتاني طاسة بقى هنعملها زي ما انتم شايفين كده. لازم زي ما قلت لكم العجينة تبقى تقيلة علشان تشلي الخضرة والطماطم اللي فيها. لو خفيفة هتلاقي مجرد ما حطيتيها وطلعتيها هتلاقي كل ده سقط لتحت، ومش القرنبيط مش هيبقى فيه ولا خضرة ولا طماطم، هيبقى مجرد مية بدقيق خفيف ومش هيتقلي حلو، وهتحسي ان هي كده ممصوصة كده وشكلها مش لطيف. تعفيرة الدقيق دي مهمة برضو، بتفرق جامد جدا جدا في السوا. طبعا انا كان المفروض احطها في حاجة واسعة شوية، هي عذبتني. الدقيق اللي هو التاني اللي هو تعفيرة الدقيق دي كنت المفروض احطها في طبق اوسع، بس انا معرفش ايه اللي خلاني احطه في طبق صغير، يعني مش عارفة، الواحد ساعات بيعمل حاجات غريبة كده. وهحط انا هنا موطيه النار زي ما انتم شايفين كده، مش معلياها. وهفضل برضو اقلبها كده واشقلبها في قلب الزيت علشان تاخد التغليفة من جميع الجهات، عشان لو سويتها من جنب ممكن الاقي العجينة نزلت من الجنب التاني وهيبقى جنب وجنب. لازم اول باول، اول ما تاخد التشميعة الاولانية دي، مش التحميرة لا التشميعة، اقعد اقلب اقلب علشان تبقى من جميع الجهات، وبعد كده ابتدي اسيبها تاخد لون التحمير. بصوا تحسي كده شكلها مش قرنبيط كده، زي ما بقولكوا تحسي ان هي دبابيس فراخ كده. بجد بجد كان طعمه حلو جدا. دي اللي مجربش الطريقة دي في الآلية قبل كده جربوها. وهبتدي بقى اعمل بقية الكمية بتاعة القرنبيط. انا حبيت اوريكم الآلية علشان تبقوا معايا خطوة بخطوة، ووريكم ان كانت اول طاسة زي تاني طاسة في الآلية، ولا لونها كان غامق، علشان ظبط النار بتاعتي مش معلياها قوي. لو عليتها قوي الزيت هيتحرق والقرنبيط كمان هيتحرق معايا. نقعد نعفر كده بايدينا بيها. تعفيرة بسيطة يعني مش كتير، وهنحطها في الزيت تاني وهنكمل بقية القرنبيطة. حابين تعملوا بطاطس مسلوقة، انا كنت احب اعملها معاه قوي، وتحطوها في نفس العجينة دي، يعني تسلقوا البطاطس سليمة وتقطعوها حلقات وتحطوها في قلب العجينة وتحمروها في نفس الزيت، بتبقى طعمها حلو جدا. انا كنت كل ما بعمل قرنبيط لازم اعملها، بس بصراحة ما لحقتش اعملها، وبيبقى طعمها حلو جدا جدا جدا. الحبة بقى لا هنا لسه بنكمل الآلية. هنا خلاص كانت يعتبر اتقلت. شايفين دي اخر طاسة زيها زي اول طاسة، والزيت مغمقش كتير. تاني هقول علشان النار مش عالية قوي، وعلشان الحلة صغننة ومحندقة، والزيت فيها باين ان هو كتير، بس على فكرة الكمية دي مش كتيرة ولا حاجة، هي بس الحلة دي صغيرة جدا للي يعرف المقاس ده. الحبة بقى اللي فاضلة حطيت عليهم بقية الدقيق اللي هو اللي انا كنت بعفر بيه القرنبيط. وهعمل بقى ايه زي طعمية كده صغننة. عارفين العجة اللي بنعملها في اخر القرنبيط؟ انا مش هعملها كبيرة، قلت اعملها صغننة كده زيها، يبقى شكلها زي الطعمية كده، تبقى ايديا مبلولة، واعملها وانا بايدي مبلولة. حابة تحط عليها بضاية تانية. على فكرة العجينة اللي انا عملتها ممكن تكتفوا ببضاية واحدة لو حابين، يعني في ناس بتعمله من غير بيض، بس يعني انا بحس ان البيض بيعمل طعم شوية. ممكن تحطوا بضاية بدل البيضتين. احنا كنا زمان بنحط بالخمس بيضات، انا معرفش ليه كنا بنحط 5 بيضات على القرنبيط بصراحة.
يعني بصراحة هو بيضتين حلوة وبيضاية كمان احلى. هنا بقى بعد ما اتعمل قرنبيط زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي كده، تحسوا ان هو مش قرنبيط، تحسوا ان هو كنتاكي مش قرنبيط. كنتاكي الغلابة. بجد القرنبيط حلو جدا، وهو طبق سلطة خضرة معاه، مش عايز اي حاجة تاني. ممكن بطاطس محمرة او البطاطس اللي قلتلكوا على طريقتها دي بعجينة القرنبيط، مش محتاج اكتر من كده، واكلة مغذية وحلوة جدا. وياريت تعودوا اولادكم ان هما ياكلوا الاكل ده. زي ما انتم شايفين هنا كده مقرمشة من بره وطرية من جوه، مع بقى عيش بلدي سندوتش كده. انا عايزه اقول لكم ان تاني يوم انا بحب اكله ساقع جدا، بحب افطر بيه تاني يوم وهو ساقع، يعني بيبقى احلى كمان. يعني ده مزاج عندي، مع شويه سلطه بقى كده، لو في بتنجان مقلي اللي تحبوا تاكلوه معاه. وكلي بقى وايه، وزيدي 3 كيلو 4 كيلو كده. وطبعا لو عجبتكم الوصفه متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وتاكلوا سلطة مع القرنبيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.